السلام عليكم. اقتراح من الاقتراحات اللي ممكن نعملها في الغدا هي الوصفة بتاعتنا. وصفة سهلة وبسيطة، وأكيد ما بنعملهاش كتير في مصر، ولكن هي من الوصفات الحلوة، بالذات لما نكون بنعمل لحمة أو فراخ. وكمان مع الكبدة بتتعمل الوصفة بتاعتنا الكمونية. تمشي معانا اللحمة مع الكبدة في الكمونية، أو اللحمة بس تمشي برضه الكمونية، أو الفراخ بس. ودي وصفة من الوصفات اللي بتبقى حلوة جدا ومميزة، وطعمها بيبقى مختلف تماما عن الأكلات اللي بنعملها في البيت. حلة على النار بننزل بيها زيت زيتون، تقريبا بنحتاج معانا 7 معالق من زيت الزيتون. ننزل عليهم بصلة كبيرة متقطعة قطع صغيرة، نديها تشويحة. نحتاج معانا لحم ضاني تقريبا كيلو، طبعا اللحم ده على حسب عدد الأفراد الموجودين في البيت. وأهم حاجة اللحم بتاعنا يكون مش القطع بتاعته مش كبيرة قوي، يكون قطع متوسطة. يعني اللحم عنده قطع كبيرة أحسن حاجة أقطعها قطع متوسطة، أو أقل من المتوسطة كمان شوية بتكون أحسن. تقريبا بنسيبها حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، يعني تاخد الصدمة بتاعتها كويس. وبعد كده بننزل عليها معلقتين من الصلصة. ومعنى إن إحنا بننزل بمعلقتين بالصلصة يعني مش هنحتاج معانا عصير من الطماطم في الوصفة بتاعتنا. نديها تقليبة كويس. أهم حاجة نقلبهم مع بعض كويس عشان كله يتشرب من الصلصة والبصل. يا ريت ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. طبعا سيبناها لغاية لما تقريبا أخدت ودت مع بعضها شوية. كنا محضرين التوم بتاعنا تقريبا 5 فصوص من التوم، واللي محبش التوم كتير زي ممكن يحط فصين أو يحط 3 فصوص على حسب ما هو بيحب إيه. ونقلب كله مع بعضه كويس. وبعد كده نحضر البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا هتكون معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة فلفل أسمر. وهنحتاج كمان عليهم معلقة كمون، لأن الكمونية من غير كمون مش كمونية. ده أهم حاجة في الكمونية الكمون. وهنديهم تقليبة مع بعض كويس. أهم حاجة تقليبة البهارات مع اللحمة عشان كله ياخد من بعضه. طبعا قلبناهم كويس. الوصفة بتاعتنا مظبوطة ومية مية. وصفة الكمونية من وصفات يا جماعة اللي هتعجبكم تماما. حاجة يعتبر جديدة على المصريين، في ناس كتير ما تعرفهاش، وفي طبعا ناس تعرفها، وناس أكيد أساتذة فيها طبعا مفيش فيها كلام. فيا ريت تجربوا الوصفة الكمونية. يعني بيتهيألي هتبقى وصفة معتادة عندكم، لما تيجوا تحبوا تعملوا لحمة هتبقى من الوصفات اللي يعني تقريبا ايه هتبقى أول حاجة في بالكم تعملوها. بعد كده نحضر الرز بتاعنا اللي هنعمله مع الكمونية أو اللي هيمشي مع الكمونية. هنحتاج معانا 5 معالق من الزيت العادي، مش شرط زيت زيتون. وننزل عليه بقرفة خشب وورق لورا و4 أو 5 فصوص من الحبهان وقطعة واحدة من الليمون. ونديهم تشويحة في الزيت بحيث نطلع الريحة اللي فيهم. وبعد كده نحضر معانا بصلة. وأنا بحب البصل تقريبا في الرز بحب أقطعه جوانح، يعني ما بتبقى القطع بتاعته رقيقة ولكن إيه طويلة شوية، متبقاش قطع صغيرة زي الإيه زي الخضار، عشان لما تيجي بعد كده تاكل الرز تحس إن إيه البصلة مستوية صحيح، بس في بقك يعني طعمها باين، متبقاش دابت يعني بمعنى أصح. هحتاج معانا 3 فصوص من التوم. وده طبعا لأن الناس كتير سألتنا على طريقة الرز. ده طريقة من الطرق اللي أنا معتاد إن أنا أعملها، عليها نص قرن فلفل حار. ودي بأمانة طريقة من الطرق الكويسة جدا، لأن في ناس كتير جدا سألتنا على طريقة الرز إزاي. فلفل أبيض وكمون وشطة. طبعا الشطة برضو حطيت كمية بسيطة، واللي ما يحبش الشطة طبعا ما يحطش لا شطة في البهارات ولا يحط قرون الشطة. واللي بيحب الشطة ممكن بقى يحط على حسب ما هو محتاج، ممكن يحط مثلا نص قرن فلفل حار وما يحط الشطة. ده كل واحد الحر ده بالذات يا جماعة كل واحد على حسب ما هو بيحبه ازاي الأكل. طبعا هحتاج معايا 3 مرقة دجاج. ومعنى ان انا بحط 3 مرقة دجاج على كمية المية بتاعتي، معناها كده قبل ما انزل الرز بتاعي هدوق المية بتاعتي اللي هي المرقة بتاعت الرز. لو الملح بتاعها مظبوط فانا مش هحتاج معايا مش هحتاج معايا ملح، لان طبعا المرقة اللي ما يعرفش معناه
يعني ما باستعملش المرقة بيبقى فيها الملح بتاعها. وهنغطي لغاية لمّا ده كله يغلي مع بعضه كويس والمرقة تدوب معانا كويس. وقبل ما أنزّل الرز طبعًا أنا دُقت المَيّة بتاعتي مش محتاجة معايا ملح تاني، ولو محتاجة معايا ملح كنت هاحط كمان مكعب مرقة، ومش هاحط ملح. وهنا طبعًا في الآخر الرز معايا هيطلع بريفكس. طبعًا الرز الأبيض مع أي وصفة بالصوص الأحمر بيبقى طبعًا أعظم حاجة، أحسن من الرز الأصفر كطعم وكشكل وككل حاجة وكتقديم قدّام لو عندي ضيوف أو عندي حد. طبعًا الرز أمّا يوصل للحالة ده الرز البسمتي أمّا بيوصل للحالة ده يا دوبك فيه مَيّة بسيطة كده بابدأ أهدّي عليه خالص، وأسيبه يستوي مع بعض كويس. طبعًا ده كان الشكل النهائي. طبعًا إحنا عملنا بابا غنوج من وراكم كده من ورا الكاميرا، يعني الموضوع ما كانش مستاهل. طبعًا كلنا بنعرف نعمل بابا غنوج في بيوتنا، ولكن عشان التصوير بيبقى متعب شوية فعملناه بعيد شوية.